قصة اللي بياخذ ثار أبوه من 20 سنة. طبعا قصة قديمة ولله الحمد، حنا بنعمة أمن وأمان. قصة لها أكثر من 200 سنة أو أكثر. كان أبوه شيخ ربعه وشيخ جماعته، وكانوا ساكنين يعني زي البدو بالسابق، يعني بيوت شعر ومنازل، وكانوا ما هم واجد، ربع أبوه ما هم واجد. طبعا الشيخ هذا شيخ الجماعة ما له إلا ولد، ما رزقه الله إلا بولد واحد عمره 6 سنوات اسمه غاشم. وسبحان الله في السابق طبعا كان غزو، القوي ياخذ الضعيف والضعيف ما له شيء، والقوي كان هو اللي له الأماكن الخصبة واللي فيها ربيع واللي فيها عشب. عموما هذا الشيخ، هذا شيخ جماعته وربعه، ما له إلا ولد اسمه غاشم، وعمر الولد هذا تقريبا 6 سنوات. جوهم غزو ربع ثانيين، جوهم غزو وغزوهم، ويقولون انهم حنشل، يعني لان نسواتهم اللي سووها الحنشله هذه يعني شيء ما يرضاه لا عرف ولا سلم ولا دين. جو وغزو الشيخ هذا اللي هو ابو غاشم، وما عنده الا غاشم عمره 6 سنوات. يوم غزوهم سووا بهم اللي ما ينتسووا، اسرقوا حلالهم وذبحوا واقتلوا، حتى لدرجه ان حتى غاشم هذا شاف ابوه الشيخ هو يقتل بمنظر يعني ما قدر ينساه، هو عمره 6 سنوات. قتلوا ابوه يعني ومثلوا به وخلوه يعني منظر يعني لا يردهم لا دين ولا عرف ولا سلم، هذيل مال الحنشل، يعني قتلوه شر قتله. الولد شاف المنظر هذا تعقد وراح. سبحان الله اللي بقى ما بقى من عرب الشيخ ابو غاشم، اخذوا الولد معه. طبعا شيخهم قتل، أخذوا الولد معهم ورحلوا إلى مكان بعيد، وصاروا يعني لا يغزون ولا ينغزون، يعني متودرين أو أنهم متغبين هم وعربهم اللي بقى منهم. طبعا قام أحد كبارهم يعني يبين للولد هذا أنه هو الشيخ اللي مكان أبوه اللي هو غاشم، يعني ربوه وكذا وتعالوا وروحوا علموه ركوب الفرس يعني قاموا يعطونه من التوجيهات، سووا كذا لا تسوي كذا. يوم وصل عمر الولد غاشم اللي شاف أبوه الشيخ انقتل شر قتله. طبعا غاشم كبر هو متعقد وحاقد، من كان طفل هو متعقد وحاقد. يوم وصل عمره تقريبا 14 15 سنة هو شايل الحقد وشايل المكيد، ليش تسوون بأبوي كذا. يوم وصل عمره حول 17 18 سنة، يعني تعدى ال 14 أو 15، لكن يوم وصل 17 سنة خلاص صار هو اللي يآمر، هو اللي يعطي الكلمة، هو اللي يوجههم. المهم جمع ربعه، يوم شافوه يعني بمنظر القوة، قال يا ربعنا الحين وش الوضع؟ أنتم تذكرون أبوي، خصوصا أنتم الشيبان الكبار، تذكرون يوم غزونا كالحنشل أو العرب اللي غزونا وقتلوا ما قتلوا، أسروا ما أسروا، أخذوا حلالنا وقتلوا شيخكم اللي هو أبوي ومثلوا فيه قدامكم، ولا سويتوا شيء ولا أخذتوا الثار. قالوا عاد، جاوبوا قال لا، حنا الآن خلاص نبي نبدأ نغزي ونبي نبدأ نكسب أكثر من الغنائم والحلال، وضعنا كذا ما ينفع. قالوا بأمرك يا شيخ. قال أنا جاي من طريق هك الوادي اللي ورا مدري الجبل الفلاني وفيه عرب، الصبح تجهزوا. عطاهم خطبة حماسية، طبعا السالفة بالقديم، إذا غزينا عليهم نبيكم تنهونهم إنهاء، ما تخلوا فيهم شيء، واللي حصل لكم من أسير تكسبون. قالوا سمي يا شيخ غاشم. يوم جاء الصبح هم طوقوهم على كلامه وحماسه لهم، وكان حاقد. يوم هجموا عليهم مع بداية طلعة الشمس العرب ذيلهم، ويقتلون ما يقتلون، يأخذون من الإبل ويأخذون من قرايا الخيل، باغتوهم من باغت، وأخذوا من الأسرى، يعني العبوا فيهم لعب ما هو بسيط. يوم رجعوا معهم الغنايم والكسب ومعهم أسرى ورابطينهم، وكانت معاملتهم وحشية للأسرى. غاشم كان يحثهم، غاشم هذا كان حاقد على طريقة مقتل أبوه، يعني رجل حاقد، رجال يعني ما نسى الشيء اللي شافه قدام عيونه. المهم ومرت الأيام، هم مسكين الأسرى جو مناديب من العرب اللي غزاهم غاشم وربعه، قالوا نبي الشيخ خيالها 2. المهم يقابلهم، قال نعم وش عندكم؟ قالوا حنا اللي غزيتنا واخذت حلالنا
واخذت أسرى. الأسرى هذيلم نبيهم حنا اجتمعنا نعطيكم بدالهم إبل حلال فدية، نعطيكم جزية بدالهم. قال خذوا الخيول اللي معهم هم ياخذونهم. قال جيبوا الأسرى، هو ينهي حياة الأسرى قدامهم، هم ينجنون المناديب. قال يلا يلا توكلوا على الله، يلا يعني مثل قوة انقلع على رجولكم. هم يروحون، هو يشتهر أمر غاشم. انصدموا العرب ذيلهم وهربوا رحلوا. قالوا هذا قاتل، هذا ما يرده شيء، هذا ما عنده لا سلوم ولا عادات ولا تقاليد. ما كانت كذا معاملة الأسرى، ما كانت كذا المغازي. انتشر أمر الشيخ غاشم هذا وكان أبد يحث ربعه يلا نغزي على العرب الثانيين ويغزون، وكانوا بقوة يعني زي الذئاب المفترسة النمور اللي ما ترحم. من مسكوه صغير كبير ويغزون العرب الفلانيين ويغزون العرب الفلانيين ويتقوون بأفضل أنواع السلاح، بأفضل أنواع الخيل، بأفضل أنواع الهجن، بأفضل أنواع القلايع والسيوف. وكانت تقوى قوتهم، وكانت كلمة الشيخ غاشم عندهم يعني ما لها أي رد. يعني يسمعون كلام شيخهم غاشم، وغاشم حاقد من مقتل أبوه، يعني ما ينسى طريقة مقتل أبوه تمثيلهم به وربعهم. وصار انعكست هذه العقدة عنده أنه ما يردع أي شيء، لدرجة أن يعني القبائل الثانية أو العربان الثانيين اللي من ديار معينة، العرب الفلانيين يرسلون له يقولون وش تبي؟ نعطيك جزية، نعطيك كذا. كان حتى اللي يجون المناديب كان ينهي حياته وياخذ خيولهم أو هجنهم، يعني ما يردع لا عرف ولا سلم ولا دين. حتى لدرجة أن حتى ضيف، يمكن ضيف ما يستقبل، يعني كانوا كأنهم يعني ناس متخلفين الحالة، يعني حنشل، قبيلة حنشل متخلفة. ويغزون العرب الفلانيين ويغزون العرب الفلانيين، ما خلوا أحد إلا أنهوا حياته. طبعا في شيخ يقال له الشيخ متعب، جمع القبائل وحاول أنه يجمع كل القبائل، جمع 8 قبائل وقال يا الرب يوم جمعهم شفتوا غاشم هذا وش سوى فينا؟ قالوا سوى بنا الأباطيل وسوى بنا وعمل بنا وهاللون وش نسوي؟ قال لازم نجتمع. اتفق الشيخ متعب هو ال8 الشيوخ ذيلهم 8 قبائل، قال نبي نحاصره ونبي نقتله ننهي حياته. طبعا اختلفوا على رأي، بعضهم يقول خل نحاصرهم ونبيد القبيلة هذه كلها، نبيد غاشم وربعه، ما بين رجل وعجوز وامرأة وشايب ومسن، نبيدهم كلهم لأنهم هذيلهم حاقدين. وقاموا يتخالفون بالرأي، بعضهم يقول لا، لكن أجمعوا كلهم مع الشيخ متعب أنهم ينهون غاشم وربعه، وهذا ظلم. وهذا والله الحمد نستشعر حنا الآن نعمة الأمن والأمان قبل القوي ياك الضعيف. أجمعوا على رأي واحد ال8 هذيلهم قيادة الشيخ متعب أنهم ينهون ربع الشيخ غاشم وقبيلته كلها، يعني بدونها عن بكرة بها، يعني ما يردعهم أي شيء. والكثرة فعلا تغلب الشجاعة. طبعا يوم كونوا الجيش، تخيل 8 قبائل من ينطحهم، كونوا الجيش والفرسان واللي على الخيول واللي رجلية واللي على الجيش الهجن واللي يعني وين جيش عرمرم ما هم بسيط. جو المناديب حقين الشيخ غاشم اللي بطش وذبح، وهذا اللي كان متعقد وهو صغير. قالوا يا شيخ غاشم الآن الربع كل أبوهم اجتمعوا، قيادة شيخي قال له متعب كل القبائل ذينا، وحنا كيف إننا ننطح؟ وش رأيك إننا نرحل؟ قال ما نرحل. شوف إنه ظالم، والظلم أحيانا يودي بحياة الظالم بنفسه، يعني هو من جور ظلمه الظلم هذا هو يوقع بشر أعماله. قال لا، نبي ننطحهم ونبي نبيدهم كلهم. قالوا 8 على 8 جيوش. قال ما في. ما سمع الكلام وخذها الظلم والطيش. أنت يا غاشم يوم اجتمع الشيخ متعب والربع اللي معه القبائل، يوم حاصروا غاشم وانطلقوا عليه، قتلوا غاشم وقتلوهم شر قتله أبدوهم. طبعا في بعضهم منهم اللي هج مع له ضلع، واللي هج له مع شعيب، واللي
لكن 80 أو 85% أبادوا غاشم وربعه، كان من الظلم أنهم يعني أبادوا النساء والأطفال وكذا، لأنهم شافوا سوايا غاشم، شافوا سوايا غاشم وش سواوا. يوم أبدوهم وكل شيء، ومرت أيام ومرت أيام. طبعا اللي هج واللي هرب، اللي هرب على وجهه، واللي لقوه قتلوه، واللي أكلته الذئاب، واللي خلاص 8 اللي عليهم يتعالمون بهم يقتلون بهم. في وحدة مرة فتاة، وكانت اسمها نوير، وكانت مزيونة شناحن طويلة بيضة، شعرها وعيونها وخشمها سلة سيف وخصرها جمال، حاطة الغطوة على وجهها. المهم يوم جت مطلع بس عيونها، دخلت على الشيخ متعب، قالت يا شيخ متعب أنا داخلة على الله ثم عليك. طبعا قبل القبائل والعربان متعودين على الشيخ، اللي متعودين على شيوخهم، مثلا يجيهم واحد دخيل، واحد تدخل يزبنون عليهم، اللي يجلي عليه دم مثلا يدخل على طيبهم من الربع، ولا يدخل على شيخهم، ولا يدخل على وجيههم. قال وصلتي وامنتي، يقول الشيخ متعب. قال انت من اي عرب، وش سالفتك؟ قالت انا من عرب الشيخ غاشم. ويطالع، قال غاشم؟ قالت وانا زوجته. قال طيب حنا طبعا هذا الشيخ متعب كان عنده ولد اسمه ماجد، وكان عنده القهوجي، طبعا زوجته متوفي الشيخ متعب. قال طيب حنا اتفقنا مع القبائل كلهم ان نقتل او نبيد ربع الشيخ غاشم كلهم، لكن انت الان ما هو بس من عرب الشيخ غاشم، انت زوجته. قالت ما تدخلتني؟ قال انا دخلتك. الا هو الشيخ متعب اعجب فيها، يوم شاف جمالها وشكلها انبهر، يعني وش الجمال هذا، وش يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. وكانت زوجته متوفي، يعني جمال الحريم هكا الحين قليلات، فبالك تجد وحدة بعد بالجمال هذا، بالجمال اللي ما شاء الله تبارك الرحمن. قال طيب الآن ما لي إلا حل واحد، وهي درت أنه شيبي. قال ما لي حل إلا إذا أنك استعديتي أنا دخلتك أتزوجك. قالت طيب أنت الآن دخلتني، ليش أنك تجبرني أنك تزوجني؟ هي ما تبي تتزوج، بس عرفت الشيبي. قال ما في إلا الحل ذا، ولا حنا متفقين نبيد غاشم وربع. هي درت أنها كذا، وراح تعرفون ليش أنها وافقت بآخر القصة. وافقت يوم استعدت تزوجها. سبحان الله يوم تزوجت بالشيخ متعب، الشيخ متعب هذا اللي قاد 8 قبائل وقتل زوجها غاشم، أباده غاشم كان ظالم. الشيخ متعب هذا كان عنده ولد اسمه ماجد، وكان الولد يعني صغير ما هو كبير. المهم وعندها الخادم. المهم الشيخ متعب ده تعلق بنوير هذه زوجة غاشم اللي تزوجها، وصار يحبها حب ما هو طبيعي، وصاروا أهل الديرة يحبونها، حتى أن ولده ماجد تعلق معها، يعني صاروا يغلونها غلا، صار فيها رحمة وكرم ومودة وعطف وطيب، يعني كلهم يغلونها، وكل أبوهم يقدرونها ويحسبون لها ألف حساب. وياها ما كانت عكس زوجتها الأولى أم ماجد، اللي كان فيها ظلم، وكانت قاسية على الرعيان، وكانت قاسية على الخدم. أنا متعلق بها الولد ماجد، وكان متعب عنده ويغليها ويقصد بها أنت يا متعب. ومرت السنوات ومر ما يقارب إلى 18 سنة هو يغليها غلا، وكان ولدها ماجد كأنه ولدها. كان من عادة الشيخ متعب يسمر أحيانا عند أخوه كان له بيت شعر، وكان الشيخ متعب اللي راح الربع من عنده يروح عند أخوه الشيخ متعب، أو الشيخ متعب يروح عند أخوه، أو يتخاوه أخوه البيت هنا، ويجدد السمرة والجلسة عند أخوه أنت شيخ متعب. وكان ينام برفة الرجال بيت الشيخ متعب، ولده ماجد والخادم. ماجد كأن نوير أمه. ليلة من الليالي رجع الشيخ متعب هو سمران، وكان الجو راجع من السمرة ومن الشبة، وكان بعد الأخير كان سبحان الله الأجواء كانت قمرة يعني تشوف. وكان منزالهم العرب رملة ومبني بيت الشعر. يوم رجع هو يجي من عند رفة الرجال اللي هذا ولده ماجد نايم والخادم نايم كالعادة. هو يقرب عند المحرم يبي يجي عند زوجته نوير. يوم جاء له هذا ماقد النار، هذاك فراشهم ما هو بعيد،
يوم جاء إلا ما طار رجل، يا ولد إلا ما طار رجل رجال ويطالع، إلا هالأثر هذا ما هو أثر لا ماجد ولا الخادم. هو يستغرب، قال خانتني. أي فعلا كان ما حد يتجرأ بعد الأخيرة وغياب الشمس إنه يجي قسم المحرم إلا ماجد أو الخادم إذا بغى شيء، ولا يجي بالوقت ذا حتى الخادم. ويطالع ويجيب هكا الغضارة طاسة، تعرفون الغضارة والطاسة، هو يجيبها، هو يغطي الأثر، هو يجيب من الهوادي حقت القهوة والشاي الحجر، هو يجيب هكا الحجارة زي الصفاه، كانوا إذا سكنوا الرملة ياخذون معهم الهوادي بخرج ولا كذا عشان يحطون عليها القدر ولا الدلال حول على الدلال والمعاميل، ويحط لك الحجارة فوق القدر، غطى الأثر عشان الهواء ما يشيله وما حد يطاه. هو يوقف كاميرا منخرع ويقول بينه وبين نفسه خانتني هالخاينة اللي أنا مدلعها، اللي أنا حاجمها، اللي أنا حاطها شيخة هالعرب تامر وتنهي، وكان يحبها وهي تعلقت به. هو يقف والغضارة وراه مقلوبة اللي هي الطاسة على الأثر عشان ما يروح. قال الحية يفزعهم، الحية جت، الحية. هو تقوم المرة نوير، هو يقوم ما وش فيه شيخ متعب، يقول الخادمة، قالت وش فيه شيخ متعب نوير، قال وقفي هنا. طبعا الحين الشيخ ما حد يقدر يفرض عليه أمر، ولا حد يقدر يقول له وش فيه أو يبي يتبين منه، كلمة فعله يسبق قوله، يعني خلاص قال كلمة يسمعونه إلى الآخر. قال تعال، هم يقوم تعال وهم يوقفون. قال يا ماجد خذي مزودة، خذ مزودة يا شيخ. قال ولا كلمة، المكان هذا خطير، حية تتبع حية، أنا ما أدري وش السالفة، الوضع هذا والمنزال هذا ما هو زين. يلا خذ المهم تاخذ. قال بكرة نطوي البيت حنا وناخذ كل شيء، يلا على ظهر البعير وخذ خالتك معك نوير على ظهر البعير، يلا ارحلوا امشوا امسكوا كالطرقة ونبي نلحقكم حنا، لا تبعد. وصاه قال لا تبعد إن شاء الله، أضحى وحنا عندك عشان نكمل وفيه منزال نبي ننزله. قالوا سم، ما يقدرون يقولون لا، والخادم واقف. المهم يحطون على ظهر بعير، لما حطوا من خرج ومزودة ولا عليجة وهذا، هو يروح هو خالته كل واحد هذول هم جنب بعض. المهم يوم روحوا قالت نوير وش بلا أبوك؟ قال أبوي ما أقدر، يقول لي الحياة. قالت صح، كلمته هي النافذة، حنا بنكمل يا ولدي. تقوله نوير تغريه زي ولدها ماجد، قالت بنكمل ونوخ بعدين بالمكان اللي قال أبوك يا ما يلحقون. قال خلاص. وش سوى الشيخ متعب يوم راح وهو ينادي الخادم؟ قال شوف الطاسة اللي هو قالبها عليها حجرة، قال قسما بالله والله لو ألقاك محركها ولا معلم فيها ولا لامسها ولا مقرب منها ولا تسولف هالسالفة اللي بقولها لك، والله لطير راسك. عاد قبل الشيخ يعني فعله أو الفارس فعله يسبق قوله. قال أمرك يا عمي متعب. قال يلا رح، خلك برفت الرجال، نم يا من الصبح أعطيك العلم، أنا بروح لأخوي. هو يروح لأخوه، قال لأخوه اسمع الصبح قوم أخوه، قال سلامات يا شيخ متعب. قال الصبح مع طلعة الشمس تنادي أنت والمنادي إلى العرب، وك الحين ما شاء الله نشاط الناس والحريم نشاط والرجال، قال يطوون بيوت الشعر على طول طوي، يحملون على ظهر البعرين وترحلون وتمشي معك الطرزة أنا وراك، يا ما تشوف ماجد وخالته نوير وخلهم يمشون معك أنت والعرب وانزلوا بهاك المنزل، عطاه المنزل وأنا وراكم إن شاء الله. أنا قبل إن شاء الله أبد قبل أذان المغرب أو قبل غياب الشمس وأنا عندكم، نبني بيت أنا وإن شاء الله أنا موجود. قال خلاص أخو. المهم طلعت الشمس الصباح بدري، أخو متعب ويرحلون هم والعرب يلحقون ماجد، يختارون لهم منزل، لقوا ماجد ونوير اللي هو بينه وبين نفسه يقول بقى هو الخادم، أنا ولد أنا أخو فلانة تخونيني، أنا هالحين تخونيني، أنا يا نوير اللي ما قصرت معك، بينه وبين نفسه. قال له الخادم يلا طاولنا البيت. الخادم يلا مشينا، يلا مشينا. المهم هو يلحق ربعه والطاسة مخدومة على الأثر وعليها حجارة، ما حد يجيها ولا يجيها السافي.
لأن هو الحين ما يدري أثر من ربعه، ما يدري من اللي خانه مع زوجته نوير، ما يدري، يفكر. وطول ما هو ماشي على هالطريق ما حطت زي العقرب هو وخادمه، يفكر تخونيني يا نوير، أنا أوريك. نوير ما تدري وش السالفة. يوم قرب له هذا له ربعه والقطيل له هذا هم منزلين وبانين بيوتهم، هو ينزل يا هلا بالشيخ متعب اللي مزاجه ما هو زين، يا هلا وبنوا البيت اللي يوم جته نوير. يا شيخ متعب قال يلا انقلعي وراك يلا. الا يا ولد بعبلته لها قاسي، الا كل يوم اردى من اليوم الثاني. مزاج الشيخ متعب متعكر، كان يفكر انه يذبحها ولا يسوي بها شيء، بس انه يحبها. يقول خانتني والاثر مغطى، خانتني لو اعرف اثر من ما راح تعلمني انا اذبحها، لا ما نذبح. المهم تصير معاملته لنوير قاسية مرة، يعني صار يعني سبحان الله الكلام الشين يعطيه شوي ولا يضربها، او انه احيانا يمد يده عليها. المهم ما تدري وش السالفة. يوم اخذوا حول اسبوع 8 ايام الى 10 ايام الا جايين ضيوف اثنين ضيوف متخوين، واحد شاعر وواحد لا. اللي ما هو شاعر هو اللي جايب الشاعر، قال ترى سمعنا ان الشيخ متعب نزل هنا هو ربع، وتراه يعطيك على القصيدة ذلول، ولا يعطيك لك ناقة، ولا يعطيك لك فرس، تراه كريم. ما يدرون ان الشيخ متعب متأكر مزاجه وضايق، ولا هو يم الامور هذه ابدا. ضايق الشيخ متعب، ضايق تنبه الوسيع، ضايق مرة. يعني رجال بينه وبين نفسه يقول كيف خانتني ذي، كيف سويت بك وانا ما قصرت مع. المهم جو الضيوف السلام عليكم يا هلا يلا حيهم، قلطول من الشيخ متعب يسلمون على الشيخ متعب. جو وضح. المهم هو يغديهم، طبعا عدة الضيوف يقعدون 3 ايام او اكثر. المهم قاعد الضيف يوم شبوا النار مع غياب الشمس في عشاء، قال الضيف يا شيخ متعب هذا الشاعر فلان عنده له قصيدة. هو يجي الشاعر، طبعا اكرمهم الشيخ متعب بالواجب غدا ولا لا عشاء. قال سمي. يقول الشيخ متعب ما هو يمه بس قايل كذا. الشيخ متعب مكظم شوي، قال يا شيخ يا اللي بك، ويا شيخ يمدح منها ان اللي اغلبهم نفاق اجتماعي ولا يمدح. يا شيخ يا اللي بك صح لسانك، ما تفعل الشيخ متعب مع ان الشاعر جزل. اي المهم تعشوا يوم جابات زي هالوضع. المهم ويتغدون، ويجيب من القصيدة اللي حافظها انت الشاعر ما يعطيه وجه الشيخ. يوم جاب الليل الثاني، يوم امست عليهم الشمس وفي عشاء وشبين النار ويقهون والرب. الشيخ متعب بس قافل تمعه وساكت. يا شيخ متعب عندي لك قصيدة ثانية. يقول الشاعر يا شيخ يلي بك ويعطيهم. قال صح لسانك، ما اعطاه وجه. يوم طلع الصبح ثالث يوم يتمشون الضيف والشاعر، طبعا الشيخ اكرمهم ولا قصر، يعني غدا عشاء يا هلا، بس انه ما اعطى الشاعر وجه ولا سأل عن القصيد ولا قص لسانك ولا يسولف معهم ولا يلقيهم بال. حتى الربع هايبين الشيخ متعب ما يدرون ايش سالفته من الحلو بالمنزل ذا، هو بس ضايق ومعاملته لنوير سيئة. قال الشاعر هو يتمشى هو خويه اللي معه، قال انت جايبنا الشيخ ما عندك احد؟ قال لا يا رجل هذا الشيخ متعب. قال يا رجال، قال لي والله انا لاحظ حتى مزاجه يقول خوي الشاعر. قال يا ولد قمت امدح به بهالقصيد واعطيه من هالشعر واعطيه من هالسوالف واعطيه من هالقصص، الرجل ما تفاعل معي ابد ولا لقاني بال ولا اعطاني وجه، لا انا ولا انت. قال نبي نجرب الليله بس، وان شاء الله خلصنا 3 يوم نظيفه فيه نلقى لنا عرب ثاني. طبعا هذا مخاون الشاعر عشان الشاعر اذا اخذ له شيء يعطيه. يوم جت الا 3 يوم الا الشاعر كالعاده يا شيخ يلي يبي يقصد، يا شيخ يلي ما ادري وش يقول. قال بس يقول الشيخ متى تخيل يسكت قدام ربعه ضايق. انت ما غير تقول قصيد. يقول الشيخ متعب ما تعرف شيء غير هالشعر، زعلان يعني صجيت انا بهالقصيد ماني يمك انا. هو يسكت الشاعر قال الا والله انا ما اعرف الا القصيد واعرف قص الاثر. وطالع الشيخ متعب قال ايش تعرف؟ قال اعرف القصيد يا طويل العمر واعرف قص الاثر، هذا اللي اعرفه. قال صح لسانك وانا بختبر اخلاقك يا الشاعر، واللي يوم زان من رحل ونزل اخلاقه ما كانت كذا. ويطلعون الربع دنيا
قال لا أنت شاعر ما شاء الله جزل، وأنا كنت بفحص أخلاقك وأنت ويستأنس الضيف الثاني اللي مع الشاعر ويقرب عند الشاعر. قال ما قلت لك إنه طيب وإنه كيف؟ قال تسلم تسلم. الشاعر يقولها للشيخ متعب. قال عطنا من القصيد، وعطنا القصيد اللي قلته بنا، وابشر وترى لك فرس وترى لك قعود وينجن، وتراك ما انت ماشي بعد تجلس عندنا ان شاء الله كم يوم انتم محشومين. الا يا ما انبسط عجم تعشوا وراحوا. اشر الشيخ متعب للشاعر يبيه، ما بقى الا طبعا خويه وبرفة الرجال والخادم القهوجي ولده ماجد. هو يروح انت الشيخ متعب ويسولف هو والشاعر. قال انت تعرف قصة الاثر صحيح؟ قال الله الله يا شيخ متعب. قال اسمع انا ما بغيت ابين للناس اني انا اقول لك كيف تقص الاثر، ابيهم ما يفطرون الكلام. انا شفت مزاجك تغير. قال انا ابيك تعاهدني، الشيخ متعب يقولها للشاعر، بما انك تعرف قص الاثر انا صار لي كذا وكذا وكذا وكذا، وابيك تصدق معي والله لا اعطيك من الحلال وارضيك. طبعا الشيخ متعب ما يقدر يقول انا بيك والله اذبحك تعلمني منه، ما راح يعلمه، لازم انه يعامله معامله الضيف او يعامله معامله الرجل اللي له مكانه، يعامل الشاعر عشان يصدق معه. قال بس هذا اللي مشغل رايك يقوله الشاعر. ابشر انا اعرف قصه الاثر. قال الشيخ لا تعلم لا خويك ولا شيء، حنا الصباح مع طلعت الشمس نبي نروح للمراح. قال اهم شيء انت غطيت الاثر. الشاعر يقول قال الله الله غطيته بطاسه وبغضاره وبصحن، حطيت حجاره فوق. قال ممتاز. المهم يوم جاء الصباح هو على فرسه والشاعر قام يسولف معه. قال طيب انت تاكدت انه ما هو اثر ولدك ماجد والخادم؟ قال لا ما هو اثره. قال انا شفت اثر ماجد والخادم بتاكد لك وبنشوف. قال ابيك تطلع لي تكفى هي خاينتني. قال لا تستبق الامور، يقولها الشاعر نبي نشوف اكيد انه من العرب عندك ذيل. قال نعم الاثر جديد اكيد انه عندي من العرب، انا الاقيه مع. المهم يوم وصلوا المراح الاول ويرفع الحجاره ويرفع الطاس الا هذا الاثر، ويطلع به الشاعر قصاص اثر. شوف هذين ترى كأن معهم يعني جنون او شيء. قال بس اوطى الاثر اوطى خلاص عرفته. قال عرفته؟ يقول الشيخ بدر. قال ابد عرفته لو تجيب هالارض هذه كلها بشر اطلع لك انتهى، وله اثر لا الخادم ولا ولدك ماجد، لكن بعلمك يا شيخ. قال نعم. قال اللي جاء باكر الصبح، قال نبي ناصر العرب، اللي جاء من ثاني يوم وص او حرص على العرب اللي عندك كلهم من شاب الى شايب، يعني من الرجل اللي تغطى عنها المرأة. قل عندي غدا وسوي لك غدا وذبح لك 5 ذبايح وانا بشوف اثر منهم. اجمع كل ربعك، لكن من اي شخص من شاب كل شاب بلغ الى الشايب، يا لا تخلي اي رجل تغطى عنها المرأة عشان اطلع منه الاثر اللي دخل عند زوجة نوير بالمحرم. وبكون صادق انا لين هذه فيها ظلم. قال انا بيك صادق، يقول الشيخ متعب. يوم وصلوا جاء ثاني يوم هو ينادي المنادي لا يغيب لا يغيب. جاب اي واحد يعني يتغطى عنها الحريب كل رجال الديره ويجمعهم ما خلى احد. يوم جمعهم على الغداء هم يتغدون الا الشاعر يفر ويراعي الشاعر ويتلفت ويشوف الاثر الا يا ولد يا ما راح الا ما فيه اثر مطابق للاثر اللي بباله، ما في احد. يوم راحوا قاموا ونكفوا كل ابوه ما بقى احد. هو يمشي والشيخ متعب. قال الشيخ متعب بشر عرفته؟ قال يا شيخ متعب انا اقدر اظلم واقول لك فلان او فلان، خصوصا انت عربك واجد ومعك اللي زابن ومعك اللي جالي ومعك، واقدر اخذ منك الشيء اللي يبيه. قال صحيح. قال كل اللي جوكم ما في احد تطابق اثره مع اثر اللي شفته. قال كيف؟ هو ينقر بيعرف من ديرتنا هو من عربنا. قال ما شفت احد. هو يمشون مبعدين عن البيت اللي به نوير وعن رفة الرجال. قال ابدا. قال ابدا الا كان الولد الشاب اللي عمره حول 19 20 راعي، وكانت نوير تعاطف على الرعيان اذا جاء راعي جديد، اذا جاء راعي على الراعي الاول كانت معاملتها لهم طيبه. جاي يركض معها الطاسه يبي نوير تحط له من الغداء بها، ياخذها مزوده او زواده او طعام للرعيان.
كما العادة جرت عندهم، يجي إذا صار عند الشيخ غدا ولا كذا ياخذ له الريال. قال لحظة لحظة الشاعر يقول هم شافه جاي. قال هذا منو؟ قال هذا الراعي. هو يجي يوم أخذ الغدا ويروح يطالع إلا الأثر مطابق لأثر الراعي. يا ولد عدل بدل إلا الأثر مطابق. قال يا شيخ متعب؟ قال نعم. قال الأثر اللي ما طه الحي؟ قال لي نعم. قال نفس الأثر اللي ببالي. قال الخاسية اللي بها اللي مدري كيف تخوني مع راعي تخوني مع راعي. قال هد الوضع هذا نفس الأثر مطابق ولا ظالم. كيف؟ يدخل يا نوير مع سيف يا نوير. ويوم شافته الا معاملته لها قشره درت انه ذباح، ما تدري وش السالفه. هي ما ادري. هو يتهرب البيت اخوه، هو يتهج البيت اخوه ركض، هو يجي ويفك اخوه. طبعا الشاعر يقول يا شيخ متعب يا شيخ متعب، ما رد عليه. يوم جاه يفك اخوه قال وش السالفه وش السالفه؟ ما خبرناك انت نوير انت وياه يعني ما شاء الله يعني طولة السنوات، ولا خبرناك انك يعني تضرب من الحريم عند عربنا ولا تذبح ولا تسوي، ما خبرنا لك العلم ذا يا شيخ متعب. المهم ويرجع ما رد على اخوه، وهي ورا اخوه متحامية باخوه. يوم رجع هو يرجع ويجي عند الشاعر قال هد الشاعر يقوله. قال لا. هو يرسل خادم قال جاب الراعي. يوم جاب الراعي هو يطلع السيف، نزل الراعي جلس. انا وش سويت انا وش سويت؟ قال يا الخاسي يقول الشاعر بالمراحل الاول كذا وكذا، انت داخل عند المحرم وش تسوي؟ قال دخلت ابي اكل ابي طعام. قال الشيخ كذاب، جرت العاده من تغيب الشمس ما حد يجي ولا حد يتجرأ انه يدخل المحرم. اعترف. قال لو تذبحني انا والله جيت اخذ الطعام. هو صادق جاي ياخذ الطعام ترى فعلا. قال لا انت ما انت صادق. الا يوم طلعت من فوق الحزم تراعي من بعيد تراعي من هناك، الا هذه نوير جت من بيت اخوها وتراعي من بعيد، وهذا الراعي وهو ماسك السيف بيذبح الراعي ويمسك الشاعر على جنب. الشيخ متعب قال الشيخ متعب شكله صادق جاي ياخذ الطعام، لكن اسمع هذيك نوير واقفه هناك. قال ايه؟ قال قرب كانك تبي تذبح. ان صاحت انا والله اني شاك انه ولدها. قال ولدها كيف؟ قال هي ما جتك داخله وزابنها تقول لي انت قبل 20 سنه. قال ايه؟ قال كل شيء وارد. قال ابن الحلال هي زبنت علي، هي مرت الشيخ قاسم اللي كان ظالم وذبحناه. قال خلنا نتأكد. قال وش اسوي الشيخ؟ قال قرب عند الولد الراعي كأنك تبي تذبح. انصاحت قامت تصيح تبي تفكه ترى ولدها ونبي نعرف العلم من عنده. قال خلاص هو يجي يقرب والولد قايل كذا. قال اليوم والله انا ذباحك. يوم قال زي كذا وهو تصيح وتصيح بالصوت يا شيخ متعب، ونزل سيفه لا تذبح لا تذبح هذا ولدي. تصيح وتبكي وهي يبكي الولد واضح انه شجاع. كيف؟ ويرد الشاعر قال علمينا يا نوير وش السالفة؟ قالت أنا يوم جليت مبطي كان عندي وليد وكان الشيخ متعب والقبائل. طبعا زوجي غاشم كان ظالم واتحدوا انهم يبدون غاشم وربح. انا هربت وحطيت ولدي عند لهم عرب من بعيدي، ذليت. يوم دخلت عليه به يفكني عشان ارجع لولدي قال بتزوجك. وربوه يوم ربوه جاني وخليته عن طريق الرعاية، ربته عجوز الله يجزاها خير. ويوم جاني هاك الليلة يبي طعام وتراه متندم ولا هو راضي عن فعل ابوه غاشم وظلمه، حتى ما عنده ذرة انتقام. وهي بتسلوت قال انا والله ان فعل ابوي غاشم يا شيخ متعب ما عجبني، وانك انت بك كذا، وان ماجد اعتبره زي اخوي، وان الموير هو يبت الشيخ متعب وهو يلم الله شملهم بسبة ذكاء وتأني الشاعر اللي هو قاص الاثر، ويجتمعون مع بعض ويعيشون حياة هنية سعيدة. وهذه قصة غاشم اللي كان بياخذ ثأر أبوه من 20 سنة ومن الحقد وأبدوها القبائل. وصلوا على النبي جميعا وإن شاء الله أنها حازت على رضاكم.